السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في سيشن جديد من الكورس بتاعنا الخاص بتحليل البيانات، ومكملين مع حضراتكم إن شاء الله في الجزء الخاص بالمبادئ الإحصائية. طبعا احنا اتكلمنا في السيشن اللي فات عن measures of central tendency أو مقاييس النزعة المركزية، وعرفنا أنواعها المختلفة زي المين والمود والميديان وكوارتايلز والبرسنتايلز. ان شاء الله النهارده مع نوع جديد من الميجرز الا وهو ايه الميجرز اوف فاريشن. الميجرز اوف فاريشن ده دورها او هي بتقدم لنا ايه؟ بتقدم لنا بتشوف بعد النقط المختلفة عن الايه، عن المتوسط او عن الايه الاكس بار او المين. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو عندي مثلا اتنين داتا سيت زي كده، مثلا داتا سيت 1 زي وليكن 13 و14 و15 و16 و17، وعندي داتا ست تانية 10 13 و15 ومثلا 17 وايه 20. هل انا معرفتي بالميجرز اوف سنترال تندنسي هتفيدني ان انا اعرف بعد كل نقطة عن المتوسط؟ طبعا احنا لو جينا خدنا المتوسط بتاع الاتنين داتا سيت هنلاقيه ايه؟ يساوي 15، والاكس بار بتاع الداتا سيت التانية تساوي 15. هل الميجرز بقى بتاعت السنترال تندنسي هتفيدني ان انا اعرف بعد كل نقطة من النقط ديت عن المتوسط مثلا؟ لا طبعا. فعشان كده ده ايه اللي خلانا نلجأ الى الايه measures of variation، او بمعنى اصح او ليها اسم تاني يعني اللي هو ايه الديسبرشن. تمام. طيب measures of variation ديت فيها نوعين، اللي هو النوع الاولاني اللي هو absolute measures، تمام. وده لما نتكلم عن ايه، عن داتا سيت الايه ليها تمييز كيلو متر، الكلام ده كله ده الابسوليوت ميجرز او الايه الحاجات اللي ليها ايه، ليها تمييز، ليها نفس اليونت يعني. تمام. طيب ايه النوع التاني اللي هو relative measures؟ relative measures. تمام. طيب ايه الابسوليوت measures؟ اول نوع من الابسوليوت measure هو الايه، هو الرينج او بنسميه بالعربي المدى، وبنرمز بيه الرمز ار. ماشي. طيب النوع التاني اللي هو ايه انتر كوارتر رينج، وبنرمز بيه اي كيو ار. تمام. النوع التالت بقى اللي هو ايه الفاريانس. ماشي، وبنرمز بيه بالرمز اللي هو ايه اس سكوير. النوع الرابع تمام اللي هو الايه ستاندر ديفيشن، وهو ده بنرمز له برمز الايه برمز اس. تمام. دول الايه الابسوليوت ميجرز اللي هم خاصين بالايه الميجرز اوف ايه فاريشن. يبقى اول حاجه الرينج، بعد كده انتر كوارتال رينج، وبعد كده ايه الفاريانس، وبعد كده الستاندرد ديفيشن. طب الريلاتيف ميجرز عباره عن ايه؟ عن الكوفيشنت اوف فاريشن. coefficient of variation. ودول اتنين اللي هم ايه السي اف والسي كيو اف، وهنعرف كل واحد ايه لوحده ازاي دلوقتي. تمام. الريلاتيف ميجرز اللي هي ايه المقاييس اللي ملهاش تمييز، ملهاش مثلا تمييز زي كيلو المتر، الكلام ده كله ملهاش ايه تمييز.
تمام، مقاييس ايه، يعتبر مقاييس نسبية. تمام. طيب ناخد بقى ايه واحدة واحدة كده، نشوف كل ايه حاجة من الميجرز دي. هنبدأ طبعا بالابسوليوت ميجرز. تمام، هنتكلم عن اول حاجة اللي هو الايه الرينج. تمام، حاجة اللي هو ايه الرينج. واحد، الرينج. اجيبه ازاي بقى الرينج دوت؟ ببساطة خالص ان احنا بنقول الرينج ده عبارة عن ايه. لو قلنا ار، او مثلا الرينج عبارة عن ايه، الماكس اللي هو اكبر فاليو ناقص الايه المينيمم اللي هو ايه اصغر فاليو. تمام. طيب طبعا كل ما يكون الميجر او كل ما يكون التشتت اقل، تمام، او نسبته اقل، كل ما يكون الايه البيانات افضل. بمعنى ايه؟ بمعنى لو جينا اشتغلنا وشوفنا مثلا الداتا ست اللي احنا كنا بنتكلم عليها الاول، اللي هي 13 14 15 و 16 و 17. لو قلنا عاوزين الرينج بتاعها، هنبص أصغر قيمة كام؟ 13، وأكبر قيمة كام؟ 17. يبقى 17 ناقص 13 هنلاقي القيمة في الآخر إيه؟ تساوي 4. طيب الداتا ست التانية كانت عبارة عن إيه؟ 10 13 و15 17 و20. حلو. طب الرينج بتاعها هيكون كام؟ أقل قيمة كام؟ 10، وأكبر قيمة كام؟ 20. يبقى الماكس ناقص المينيمم هيساوي كام في الآخر؟ هيساوي 10. إذا الداتا ست الأفضل من حيث التشتت هي إيه؟ الداتا ست 1، عشان قيمة الرينج هنا إيه؟ أصغر من قيمة الرينج في الداتا ست الإيه؟ التانية. تمام؟ ده بالنسبة للرينج. بالتالي هو إيه سهل الحساب ومفهوش أي مشاكل. تمام؟ طيب ديت طبعا من ميزاته. عيوبه بقى، عيوبه بيتأثر بحاجة اسمها الاكستريم فاليو. الاكستريم فاليو هنعرفها دلوقتي لما نيجي نتكلم على الايه الاوتلايرز. ماشي. بس ده من مميزاته ان هو سهل الحساب، لكن من عيوبه ان هو بيتأثر بالاكستريم فاليو. تمام. النوع التاني بقى اللي هو ايه الانتر كوارتال رينج. انتر كوارتال رينج. تمام. من اسمه كده ان هو بيتأثر بالايه كوارتايلز. تمام. طيب الاي كيو ار او الانتر كوارتر رينج، القانون بتاعه الايه كيو 3 ناقص كيو 1. تمام. ففي الحالة دي لازم نجيب الايه الكيو 3 والكيو كيو 1 كوارتر، الثيرد كوارتر والايه فيرست كوارتر. وطبعا كل ما يكون الايه الاي كيو ار اقل، كل ما يكون البيانات افضل، او بمعنى احنا بنسميها متجانسة. تمام. طيب احنا لو خدنا مثلا الداتا ست اللي احنا كنا بنتكلم عليها، وليكن داتا ست واحد مثلا، قلنا 13 و14 15 16 17. تمام. طبعا ده كيو 1، ده كيو 2 قصدي. كيو 1 عبارة عن 13 و14 على 2 اللي هو الكيو 1 اللي هنلاقيه في الآخر يساوي كام؟ 13.5، و16 و17 اللي هو كيو 3 اللي هو على 2 يساوي كام؟ 16.5. تمام. طيب في الحالة ديت الاي كيو ار هيكون كام؟ 16.5 ناقص كام؟ ناقص 13.5 هيساوي في الآخر يساوي كام؟ هيساوي 2. ده الاي كيو ار. تمام. اللي هو عبارة عن الفرق بين الكيو 3 والكيو والكيو 1. تمام. ده بالنسبة للاي كيو ار. طيب نيجي بقى للفاريانس. الفاريانس ده عبارة عن مربع بعد البيانات عن المتوسط الحسابي. مربع بعد البيانات عن عن المتوسط الحسابي.
تمام. طيب القانون بتاعه عبارة عن ايه؟ اس سكوير بيساوي summation of a اكس اي ناقص اكس بار تربيع. ماشي. الاي طبعا هنا بتساوي واحد على ايه؟ على ان. على ايه؟ ان ناقص واحد. تمام. ده قانون. القانون التاني summation of a of x i تربيع ناقص n of x بار تربيع على ايه؟ على n ناقص واحد. نستخدم القانون ده امتى ونستخدم القانون ده امتى؟ نستخدم القانون الاولاني اذا كان المتوسط بتاعك عدد ايه؟ عدد صحيح. تمام. لو المتوسط بتاعك عدد صحيح فده طبعا ايه؟ القانون ده هيكون سهل بالنسبة لك استخدامه. طيب لو انا الاكس بار ده او المين بتاعك عدد غير صحيح، ففي الحالة دي ممكن نستخدم القانون التاني. هيبقى ايه؟ القانون التاني ده اسهل لك بكتير جدا عن ان انت تستخدم الايه؟ القانون الاولاني. تمام. طيب وللعلم برضو مجموع بعد البيانات عن متوسطها بيساوي صفر. مجموع، خدها كده برضو ملحوظة، ان مجموع بعد البيانات عن متوسطها الحسابي بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. البعد اللي هو الاكس اي ناقص اكس بار لما نجمعهم كلهم على بعض هنلاقي ايه؟ بيساوي صفر. وده هنشوف مثلا في المثال بتاعنا لو هناخد الايه؟ الداتا ست الاولانيه ديت ونتعامل معاها ونشوف نجيب الفاريانس بتاعها ازاي. يعني لو قلنا كده مثلا الداتا ست بتاعتنا هو مثلا اللي هنشتغل عليها اللي هي 13 و14 15 16 17. تمام. دي الداتا ست بتاعتنا. طب عاوزين نعرف بقى الفاريانس. اسهل طريقة هنعمل جدول. ماشي. ونحط فيه هنا الايه؟ الاكس اي. الاكس اي بتاعنا كام؟ 13 14 15 16 17. تمام. وهنا التوتال. ماشي. ده طيب الاكس اي ناقص الاكس بار بقى 13 بناقص طبعا الاكس بار. احنا عارفين الاكس بار كان من المرة اللي فاتت الاكس بار كان كام؟ كان 15. طيب الاكس اي اللي هو 13 ناقص 15 كام؟ سالب 2. 14 ناقص 15 سالب 1. 0 1 سالب كام؟ 2. تمام. هنلاقي في الاخر المتوسط زي ما قلنا مجموع بعد البيانات عن متوسطها الحسابي كام؟ يساوي كام في الاخر؟ يساوي صفر. تمام. لو ما سواش صفر يبقى انت عامل ايه؟ يبقى في حاجة غلط في التجميعة بتاعتك، مفروض ايه؟ تصححها او تظبطها. طيب نيجي بقى للايه؟ التربيع بتاع الاكس اي ناقص الاكس بار. التربيع بتاعنا هنا 4 وهنا 1 هنا 0 1 4 هيطلع في الاخر كام؟ 10. تمام. طيب هنيجي برضو نعمل هنا ايه؟ الاكس بار الاكس اي تربيع عشان لو هنستخدم مثلا القانون التاني. 13 تربيع هتلاقي كام؟ 169. 14 تربيع اللي هي كام؟ 196. 15 تربيع اللي هي 225. 16 256. 17 200 كام؟ 89. هنلاقي في الآخر كام؟ 1285. تمام. لو جينا استخدمنا القانون الأولاني اللي هو الايه؟ الإكس تربيع بيساوي summation of a x i ناقص الإكس بار تربيع على ايه؟ n ناقص واحد. هنلاقي في الآخر هو ايه؟ 10 على كام دول؟ على 4. تمام. 10 على 4 هيساوي في الآخر كام؟
2.5. طب لو استخدمنا القانون التاني، تمام، اللي هو ايه القانون التاني؟ اللي هو summation of xi تربيع، اللي هو ده المجموع ده، ناقص n في x بار تربيع على ايه n ناقص 1 يساوي كام؟ 1285 ناقص n اللي هم كام؟ 5. ماشي، في كام؟ في 225 على ايه؟ على 4. هيلاقي برضه في الآخر تساوي كام؟ 10 على 4 يساوي كام؟ 2.5. تمام. انت طبعا بتشوف القانون اللي اسهل لك، وطبعا من طريقة الجدول ديت هتلاقي الموضوع بالنسبة لك ايه سهل جدا، ان انت تجيب ايه بالقانون ده او بالقانون ده، هتلاقي الدنيا بالنسبة لك ايه سهلة، ما فيهاش اي صعوبة. تمام. طيب ده بالنسبة للايه للفاريانس. طب الستاندرد ديفيشن هو عبارة عن ايه في الاخر؟ الستاندرد ديفيشن ده هنلاقي ان هو ايه الجذر التربيعي للفاريانس بتاعك. تمام. تمام، ابقى الجذر التربيعي للايه 2.5. تمام. وطبعا زي ما بنقول في اي حاجة، ان كل ما يكون الاس اقل، يبقى كل ما يكون البيانات ادق. تمام. ده بالنسبة للايه الابسوليوت ميجر. تمام. طيب احنا هنكمل ان شاء الله في السيشن الجاي، هنتكلم بقى على الريلاتيف ميجرز. يبقى احنا كده خدنا ان شاء الله في السيشن ده، عرفنا الرينج والانتر كوارتر رينج والفاريانس الستاندرد ديفيشن. ان شاء الله هنتكلم على الريلاتيف فاريشن او الريلاتيف ميجرز في السيشن الجايه. تمام. وهنتكلم او هنعرف اكتر عن الاكستريم فاليوز او الاوتلايرز. ان شاء الله اشوفكم في سيشن قريب على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.